لو أن مسحورا جاء له أمر وفهم أن ميزانه قد اختل ونظرته للأمور قد اختلت، فما عليه إلا أن يسأل الله بما احتفظ الله به لنفسه، وهو قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أنا أتحدى أن يستقبل أي إنسان أي شيء من فكرة السحر بهذا إلا رد الله كيد الساحر في نحره، ولكن الله يبقي لأنهم يثقون في أن الساحر فاعل. الإنسان بيضر نفسه، يقول له خلاص أنت مش خلاص هو يعني. إنما بكبرياء الإيمان نقول له يا رب احتفظت بالإذن في الضرر لذاتك، فأنا يا رب أفزع إلى ما احتفظت به من شر ما علموه، أفزعه إلى ما احتفظت به من شر ما علموه. وبكبرياء الإيمان ولا تروح لعن ولا تروح لحاكم يهودي ولا تروح لداعر ولا أبدا. ولذلك كل اللي بيشتغلوا في العملية دي تلاقيهم إيه شكلهم عليهم غضب، شكلهم عليهم إيه. إذن الله سبحانه وتعالى الذي قال ذلك تكافؤ الفرص يقول لا تظنوا أن تكافؤ الفرص سينفعكم في أمور دنياكم بل سيزيدهم رهقا وتعبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن عشان ياخذوا فرصة أقوى فزادوهم إيه؟ فزادوهم رهقا، أي زادوهم إيه؟ زادوهم تعبا.